ازاي تعملي معايا رز بلبن من غير نشا بطريقه سهله وبسيطه خالص، وان شاء الله الفيديو ده هينول اعجابكم والطعم برضه هيعجبكم، انا متاكده باذن الله. كلها حاجات سهله وبسيطه ومتوفره في كل بيت. وهقول لك كده كام تريكايه تعمليهم مع الرز بلبن علشان يديك القوام اللي انتوا شايفينه وطعمه زي العسل يستاهل بقكم. اتبعوا كده معايا الفيديو الاخر واحنا هنعمل مع بعض احلى رز بلبن. نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. مبدئيا كده انا معايا كوبايه من الرز 200 جرام، يعني اقل من ربع كيلو رز. الرز المصري بتاعنا غسلته شطفتين اتنين مش اكتر من كده. هي دي الكوبايه اللي انا عايرت بها الرز، يعني انا مستخدمه كوبايه من دي رز 200 جرام زي ما اتفقنا. هنزل عليها بنفس الكوبايه اتنين من الميه. مهم جدا المرحله دي ان احنا ننقع الرز في الميه لمده 10 دقايق. الحبايه بتتضاعف معايا. هنا بقى الكام تريكيه اللي حابه اقول لكم عليهم. الميه اللي انت كنتي ناقعه فيها الرز هي دي هتنزلي بيها، مش هتصفيها لان فيها النشا بتاع الرز، علشان كده قلت لكم مش هنستخدم نشا في الوصفه دي. وفي ناس انا عارفه بتعمل الرز بلبن برز من غير ما تغسله. لا طبعا احنا هنشطفه شطفتين كده مش اكتر من كده. ونزلت برشه بسيطه من الملح بين صوابعك كده. وهنا بقى حابه اقول لكم الرز ما بتعليش عليه النار، بتبقى نار هاديه خالص. زي مثلا الرز ما بيتلدم معاكي بتبقى مهديه النار، انا عاوزه النار دي مع الرز عاوزاه كده يستوي على اقل من مهله. ما تعليش النار والميه تتشرب بسرعه، فالحبايه معاكي ما بتبقاش حلوه زي ما انتم شايفين كده. لو لاحظتوا انا مهديه النار خالص تماما. وما بين كل فتره كده والتانيه هياخد معاكي زي ربع ساعه مثلا. تقلبيه تقلبتين هو مش هيلزق ان شاء الله معاكي. يعني مرحله ان هو يلزق منك دي لما بتحطي اللبن، لكن مادام في الميه ما تخافيش ان شاء الله مش هيلزق. بس برضو للامان اديله برضو تقليبتين كل فتره والتانيه. هنا في المرحله دي خلاص بقى الرز بدأ يشرب معايا الميه. في المرحله دي بقى هنزل بكيلو من اللبن او الحليب. ليه انا قلت لبن وحليب؟ علشان في ناس بتسميه حليب وفي ناس بتقول لبن، فكده يبقى واضح معاكم. هنا ما شاء الله اللهم بارك، شايفين معايا ده كده وصل. الحبايه استوت معايا، لكن انت لو عليت النار كانت هتبقى الحبايه نيه. فمهم جدا ان انت تهدي النار زي ما اتفقنا علشان نبقوا متفقين كده. مبدئيا هو اسمه رز بلبن، يعني اي اضافات تانية دي اجتهادات من عندنا. فانت لو حابه تقدميه بالطريقه اللي انا هعملها معاكي براحتك، او هقولك على افكار وليكي برضو حريه الاختيار. هنا في المرحله دي انا نزلت هنا باللبن. طبعا اللبن كان سبق له الغليان قبل كده، يعني انت يفضل ان انت تنزلي بيه وهو مغلي على طول. علشان زي ما اتفقنا برضو احنا مهديين النار زي ما هي، ما عليتش النار تاني خالص. علشان انت لو حطيتيه لبن بارد خالص هياخد وقت طويل معاكي على ما يبدأ يغلي. فانا كنت حاطه حله جنب منه بتغلي اللبن ونزلت بيها وهو بتغلي. هنا بقى الاضافات اللي بقول لكم عليها: معلقتين 3 من القشطه بتاعت وش اللبن، القشطه البلدي. وحابه برضه اقول لكم في الوصفه دي افضل حاجه اللبن البلدي غير اللبن المعلب، دي نتيجتها افضل بكتير. هنا بقى ببدأ اقلبه في المرحله دي بقى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خلي بالك علشان الرز ما يلزقش معاكي في ارضيه الحله. بتبداي كده هو هياخد معاكي زي 10 دقايق على النار واقل كمان. في المرحله دي بتقلبيه كذا مره فيها، ولو هتغطي الحله بالغطا يعني تبقي مورباها علشان اللبن ما يفرش ويكب معاكي على البوتاجاز ويبهدل الدنيا. هنا ما شاء الله اللهم بارك، شايفين معايا بيبدأ كده يعمل فقاعات بسيطة. تعالوا بقى نشوف الإضافات اللي أنا هنزل بيها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا هستخدم معاكم، طبعا احنا بنحلي الرز بلبن بالسكر حسب رغبتك انتي. تزودي تقللي في السكر عادي براحتك، وتقدري تقدميه مع عسل عادي برضو. هنا نزلت بمعلقة من جوز الهند. زي ما بقول لكم كده الحاجات اللي جايه دي اختياريه، متوفره عندك هتحطيها، مش متوفره هتكتفي بالرز ولبن زي ما اتفقنا وتحليه هيبقى زي العسل من ايديكي. هنا نزلت بمعلقتين من السكر البودر، كان متوفر عندي عادي تنزلي بالسكر العادي الحبيبات. ونزلت بقطعتين من الشوكولاته، انا قللت من السكر شويه علشان خاطر الشوكولاته اللي انا نزلت بيها. وزي ما اتفقنا تقدري تكتفي بالسكر بس، وتقدري تقدميه مع عسل ابيض او اسود، دي بقى اختيارات ليكي حريه الاختيار فيها. هنا بقى طبعا السكر كان معايا في تكتلات عادي مفيش اي مشاكل، مش هيجرى له اي حاجه. المفروض كنت انخله الاول قبل ما انزل بيه، بس عادي. هنا بقى المعلقه دي برضو اختياريه. معلقه من الكريم شانتيه، لو متوفره عندك بتعزز معاكي الطعم، مش متوفره زي ما اتفقنا انا بقول لك الافكار وانت براحتك بقى. طبعا لو هتنزلي بنشا مش هتنزلي بنشا زي بالطريقه دي، هيعمل تكتلات معاكي لان الرز بيغلي معايا واللبن.
هتدوبيه في ميه على البارد. لو هتستخدمي نشا، انا في الوصفه دي ما استخدمتش نشا، ما شاء الله اللهم بارك. هوريكم بقى القوام اللي انا وصلت له. اخر مرحله بقى حاجه بسيطه من الفانيليا، حاجه بسيطه خالص تطفي النار، وتقدمي بقى احلى رز بلبن بالف هنا على قلوبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. وحابه برضه اقول لكم تريكايه كمان، لو انت حباه رز بلبن بيكشكش كده زي بتاع المحلات، بتسيبيه سايل شويه. يعني معنى كلامي يبقى خفيف عن كده، يعني انا طفيت النار وده القوام بتاعه. لا التاني بقى اللي هو عشان يبقى مكشكش معاكي يبقى خفيف عن كده شويه كمان، ده اللي بيساعدك يديك الكشكشه. اتمنى من كل قلب ان انتوا تجربوا الطريقه وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. هتاكلوا معايا احلى رز بلبن. ده القوام ما شاء الله اللهم بارك. زي ما احنا عارفين معظمنا بيحب ياكله وهو بارد، يعني بعد ما بيتحط في التلاجة. طبعا بتسيبيه يبرد في الاطباق الاول، وبعد كده بتدخليه التلاجة، ما بتدخليش اي حاجه سخنه ابدا التلاجة. وتقدري بقى تقدميه في كاسات، في اطباق، في بولات، المتوفر عندك واللي حابه تقدميه بيه. وطبعا في ناس بتحب تاكله سخن عادي برضو براحتك، انا من الناس اللي بعشقه وهو سخن. والمرحله اللي جايه دي برضو مرحله اختياريه. في ناس بتحب تقدمه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مع فاكهه متقطعه كده مكعبات، وممكن ايس كريم، وممكن صوص شوكولاته، او كراميل، اي بقى صوصات انت بتحبيها. وفي ناس بتحب ترش رشه بسيطه من القرفه. دي طبعا اذواق، انا زي ما اتفقنا انا بقول افكار، واللي انت بقى حباه تقدري تبدعي في الرز بلبن. هنا بقولك ان الرز ما لزقش معايا في ارضيه الحله، لان انا كنت بسويه على نار هاديه، لو نار عاليه كانت اتحرقت معايا. هنا برضو ممكن تحطي معلقه من القشطه البلدي بتاعت وش اللبن برضو، وتدخليه تحت الشوايه، مش هياخد معاكي 5 دقايق وبيطلع ريحته وطعمه تحفه. طبعا انا مش بغمق اللون تحت الشوايه علشان ما يبقاش عامل زي الرز المعمر، اللي ياكله يبقى عارف ان ده رز بلبن. بسيبه لونه بيبقى فاتح شويه، ما بحمروش قوي يعني. هنا ما شاء الله اللهم بارك. هنا في المرحله دي بطفي النار خلاص، ده اللون اللي انا عاوزاه، مش هغمق عن كده زي ما اتفقنا. وتقدميه بقى، مش عاوزه اقول لك اللي بالقشطه ده ريحته خرافه، تحفه بمعنى الكلمه. لو عجبتكم الطريقه لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. واتمنى من كل قلبي ان انتوا تقولوا لي ايه رايكم في التعليقات، وتتفاعلوا معايا في التعليقات، وتقولوا لي ايه الوصفات اللي انتوا حابين ان انا اقدمها معاكم الفتره الجايه. وانا هنا نزلت بصوص الكراميل، طبعا بيكون اللبن برد معايا، رز بلبن قصدي، يعني برد معايا، علشان لو نزلت بيه وهو سخن الكراميل هيسيح معاكي. هنا بقى ده اول ما بيخرج من الفرن تقدري تقدميه بالف هنا على قلوبكم، او زي ما اتفقنا تقدميه بارد. مش عاوزه اقول لكم خطير. لو وصلتم بقى لغايه هنا لايك وشير ما تنسوش للفيديو علشان كل حبايبكم يعملوا معانا احلى رز بلبن باذن الله. كنت معاكم فاتن الجندي، نتقابل في فيديو جديد سهل وبسيط. اشوفكم على خير، مع الف سلامه.